هنوقف توريد البصل، لا هنورد البصل، لا لا هنوقف توريد البصل. هو ايه اللي بيحصل في البصل؟ بص خلينا كده نبص على شويه حقائق وارقام قبل ما نبتدي نتكلم. مصر السنه اللي فاتت مصدره ب 218 مليون دولار بصل، تقريبا كده 5% من سوق توريد البصل في العالم. في اغسطس اللي فات اسعار الاغذيه والاطعمه في مصر زادت بنسبه 72%. البصل بقى زاد بنسبة 434%. مجلس الوزراء طلع قرار بان احنا هنوقف توريد البصل لمدة 3 شهور علشان نظبط اسعار المنتج في السوق. شيء عظيم. جت مصلحة الجمارك قالت لك لا احنا هنوقف العمل بهذا القرار. طلعت وزارة التجارة والصناعة قالت لك لا احنا موقفين التوريد والقرار بتاعنا ما اتلغاش. انا بقى بتكلم في اللقطة دي، هي المشكلة فين يا جماعة؟ سيبك من البصل، انا بتكلم على طريقه اتخاذ القرار، علشان في الاخر شكلنا بيبقى وحش وفي ناس مستنيه لنا. دي النتيجه بتاعت انستجرام، راي الناس رايكم انتم، ودي نتيجه لينكد ان برضو راي الناس اللي هم بروفيشنالز وبيشتغلوا على منصات احترافيه. يلا هابي داخل ما بين البصله وقشرتها.